السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من الهبد والعيش الفخم. معاكم دكتور فويس محمد عادل. طبعا حلقاتنا زي ما انتم عارفين بنجيبها من كوكب زحل الفخم، بنتكلم في كل حاجه، عن الفن، عن السياسه، عن التاريخ، عن الرياضه، عن الحضاره، عن الاساطير، عن الدنيا. بنهبط ونقلش بفخامه، بس في الاخر لازم نستفيد حاجه. النهارده يا جماعه هنتكلم عن الدنيا. حاجه بقى كده ايه من سلوكياتنا في المجتمع، وسلوك يعني بصراحه صعب قوي، زفت من الاخر. كل شويه نلاقي حد طالع بيتكلم عليه ويقول ان هو عمل مشكله او مصيبه او ازمه نفسيه لطفل معين او حد كبير او ويعمل بلاوي سودا. النهارده حلقتنا عن التنمر. قبل ما نبدا الحلقه ونتكلم ونخش بقى في التفاصيل والزبده والزيتون بتاع الحلقه، طب ايه هو التنمر؟ هل كلمه التنمر دي يعني معروفه من زمان، ولا احنا لسه سامعين عنها دلوقتي من شويه بسبب الندوات والكلام والحوادث اللي بتحصل والشغل بتاع العيال اللي بيحصل في المدارس والكلام ده كله؟ يعني التنمر ده اصلا الكلمه دي المصطلح ده كان موجود. بص بقى يا سيدي، كلمه تنمر نفسها او ان احنا بنطلق كلمه متنمر او تنمر على السلوك او الفعل اللي احنا عارفينه وحافظينه اللي هو السلوك السيء ده، ما كانش موجوده اصلا. الله، امال ايه بقى؟ بص يا سيدي، هي حاجه جديده وحاجه قديمه. قديمه هي عباره عن وصف الايه؟ وصف لسلوك معين بيقوم بيه واحد شخص تجاه الشخص التاني، والله مثلا من ناحيه السخريه او الايذاء او ان هو يعني يستضعفه او يستقوى عليه. كل دي كانت عباره عن سلوكيات كانت بيطلق عليها اسم معين، يعني مثلا زي السخريه او الاستهزاء او الادلال. كل دي كانت عباره عن حاجات بتحصل، فاحنا بنعبر عن الموضوع ده بكلمه من الكلام ده. يعني معنى كده ان احنا ما كانش بنقول على اللي بيعمل كده متنمر او كده ان هو اسمه تنمر. قال له الله، امال جت منين يا ابني؟ طب هل مثلا جت من النمر، حيوان النمر؟ بص بقى يا سيدي، عشان النمر اتظلم في الموضوع ده. هو زمان لما كانوا بيوصفوا حد بوصف ويقولوا عليه ان هو متنمر، وده كان وصف فعلا بيقصدوا به النمر، كان بيقصدوا ان هو قوته وشراسته وعدوانيته الكبيره. زي واحد مثلا يقول لك ده مكار زي الثعلب، ده ما اعرفش تقيل والله زي الفيل، ده ما اعرفش ايه خفيف زي الغزال. فكل دي كانت اوصاف للحيوان نفسه، بس مش معناها ان النمر اللي هو كان بيسخى ولا بيستهزأ، ولا نمر مثلا بيعدي على نمر صاحبه يقول له هز ديلك زي الفل يا مخطط. لا لا لا، انتوا ظلمتوا النمر. النمور دي ناس محترمه، ما تتنمرش، ما بتاذيش حد نفسيا ولا اخلاقيا. تمام؟ يعني معنى كده ان كلمه تنمر ما كانش اصلها جايه من النمر، ولكن ايه اللي اضاف لها او ايه اللي خلاها في بعض الاحيان يقول لك ان تنمر جايه من النمر؟ اقول لك ازاي. النمر دايما كان بيميل للعدوانيه، وكان اي حد عنده عدوانيه او قوه او جبروت بالزياده كانوا بيقولوا ان هو متنمر، يعني بيتشبه بالنمر. وحس ان السلوك بتاع التنمر سواء كان السخريه او ان انت تذل حد او ان انت تستضعف حد او ان انت تستقوى على حد، كل دي اساسها اعتبروها ان هو كان سلوك عدواني من انسان لاخوه الانسان. فعشان كده ربطوا حته التنمر بالنمر. ادي حته، خد بالك احنا لحد دلوقتي برضو لسه ما وصلناش لكلمه تنمر كانت موجوده ولا لا. لحد دلوقتي هي مش موجوده، هي عباره عن زي ما قلت لك سلوك احنا بنعبر عنه بكلمات معينه، وملنا لحته نوصفه بناحيه حيوان النمر بسبب ان السلوك كله الناس وصفوه او خدوه في سكه العدوانيه. معنى كده ان المعنى ده او المصطلح السلوكي ما كانش موجود في اللغه العربيه. لا، طب كان موجود في الانجليزي بقى. بص بقى يا سيدي، بالنسبه للغه الانجليزيه كلمه تنمر موجوده. لو جيت فتحت جوجل ترجمه كده وكتبت كلمه تنمر كفعل، هتلاقي معناها كلمه بولي. وكلمه تنمر اللي هو الاسم بتاعها او الصفه اسمها بولينج. تمام؟ تنمر او تنمر مكتوبه بولي او بولينج، حلو قوي، ولكن لم يكن لها اصل اصلا في اللغه الانجليزيه. بص يا سيدي، الكلمه دي بدات ظهورها في القرن ال16، ولو جيت بحثت في قواميس القرن ال16 هتلاقي ان الفعل بولي او كلمه بولينج معناها كان ايه؟ معناها ان هو محبوب او معجب. نعم، والله زي بقول لك كده. طب ده حاجه حلوه، ده سلوك ايجابي من الانسان لاخوه الانسان، ملوش علاقه لا بالايذاء ولا بالسخريه ولا بالكلام ده خالص. لا، هي اولها في المعجب هتلاقي معناها معجب او محب. طب ايه اللي قلبها كده؟ دخلنا بعد كده في قواميس القرن ال17 وبقى اسمها ايه؟ بقى اسمها مؤذي او متعجرف. لحد بقى اتشالنا واتهبدنا في القرون ال16 ال17 ال18 وال19 لحد ما جه عالم النفس السويدي المشهور هانز ليمان ووضع كلمة التنمر في مفهومه العلمي واللغوي اللي احنا عارفينه دلوقتي. يعني كلمة بتوصف السلوك العدواني اللي بيحصل سواء كان سخريه او اذلال او ان انت بتتعالى على حد او بتستقوى على حد او بتستضعف حد. فوضع هذا المفهوم اللي احنا قلنا في الاول زمان كان بيتعمل وكان مقصود بيه سخريه او غيره، بس ما كانش بيطلق عليه كلمه تنمر صريح، حطها في المعنى اللغوي والعلمي بتاعه المعروف دلوقتي، وبقى اي حاجه من الحاجات دي اسمها تنمر. طب احنا كده عرفنا اصل التنمر، اصل الكلمه نفسها، وزي ما قلنا بنعتذر طبعا للنمور، دي ناس محترمه زي ما قلنا. طيب التنمر نفسه بقى كسلوك، سيبنا من معنى كلمه تنمر خالص دلوقتي، ده جديد برضو علينا ولا كان قديم؟ لا، التنمر ده من زمان قوي، من ايام جميع الحضارات ذكروا، الحضاره المصريه
الاغريقيه والسومريه، وحتى عند العرب في قبل الاسلام وعند العرب المسلمين كان الحوادث دي كانت موجوده، كان في سخريه وكان في اذلال وكان في ان حد يستقوى على حد والكلام ده كله، وكانت كل الحضارات بتنهى عن هذه الافعال. كان اي حضاره من دول وجدوا فيها المخطوطات والحاجات اللي محفوره على جدار المعابد كانت بتنهى عن التنمر، لا تحب السخريه ولا الاذلال، ولا بتسخر من حد من قزم او من اعمى او من اعرج، او توصف حد بصفه او عيب هو فيه وتبينه وتسخر منه وتذله. فكل الحضارات وكل ال- الشعوب دي كانت بتكره الصفات دي خالص، وكانت بتكره كلمه التنمر تماما، مع انها فعلا كانت موجوده وموجوده بصفه كبيره. طب اقول لك على حاجه، عندك مثلا في عصر الجاهليه العرب الجاهليين وكانوا بيتميزوا ان هم كانوا ناشفين يعني وغراظ حبتين. عندك مثلا خدنا في الشعر زمان ايام المدرسه خدنا ايه؟ الهجاء اللي كان بين الشعراء. الهجاء ده شتيمه، ده تنمر، اتنين شعراء ماسكين بعض سخريه، وخد عندك بقى سنين ومئات الابيات. زي الجرير ما كان بياكل فراس ده كان بيبهدله، وبعض الاحيان تلاقي ابيات لصبح الاعش، وبعض الاحيان تلاقي المتنبي. فكل دي كانت صفات تنمر وكانت موجوده. يعني مثلا كان يجي يقول الاعرابي زمان يقول له ايه؟ يقول له ما تسامع عدوك وخد طريق للجنه. يقول لهم لا، انا اخذ بثأري واسير ولا النار، لازم اخد حقي. والحق هنا واخدانه كان بيجي منين؟ بنفس الطريقه اللي انا قلت لك، سواء كان بالشعر او الهجاء او انه يضربه او يذله او يتنمر عليه او يسخر منه. هديك مثال مثلا للشاعر الكبير ابن الرومي، كان بيسخر من احد اعدائه او بيتنمر عليهم بالمعنى المفهوم. اسمع ابن الرومي قال ايه؟ بص يا سيدي: ولك انف يا ابن حرب انفت منه الانوف. عندك مناخير يا ابن حرب. ابن حرب ده اللي هو الراجل العدو بتاعه اللي بيسخر منه. انفت منه الانوف، يعني الانوف يا راجل تقرف منه. ليه بقى؟ اشمعنى مناخير ابن حرب فيها ايه؟ اسمع الجزء الثاني: انت في القدس تصلي. ده ابن حرب وهو في البيت يطوف، يعني هو بيصلي في القدس ومناخيره من كبراه بتصلي في بيت المقدس. جاحد ابن الرومي. بالنسبه بقى للتنمر كظاهره انتشرت قوي وبتحصل في مجتمعنا كل يوم تقريبا، وبتعمل بلاوي ويعني بتسبب جروح نفسية وجسدية ساعات عميقة جدا. يعني ايه الأوجه بتاعتها او ممكن تحصل ازاي ما بين واحد وواحد؟ بص بقى عشان الخص لك الدنيا من وجهة نظر اخوك المتواضع. بص يا سيدي، اول حاجة المتنمر ده يا اما بيبص لحاجة عندك ناقصة وانت اصلا مالكش يد فيها، فبيحاول انه دايما يظهرها ويفكرك بيها ويفكر الناس بيها فيسخر منك ويذلك. يعني بالبلدي كده، انت عندك 10 نقط، 9 منهم انت تمام، نقطة واحدة عندك فيها مشكلة، يسيب التسعة دول ويمسك لك الجزء ده. بيبقى عيب عندك او شيء انت اصلا مالكش يد فيه. يعني مثلا والله تلاقي واحد قصير شوية، تمام، تلاقي واحد بيزك برجله، تلاقي واحد لا قدر الله فقد ايد او فقد دراع، تلاقي واحد اعور، تلاقي واحد اصلع. فاول شكل من الاشكال ان هو يركز على عيب من ضمن حاجات حلوه كتير عندك ويحاول دايما هو يفكرك بيها ويفكر غيرك. ده رقم واحد. طب رقم اتنين، رقم اتنين دي حاجه في وجهه نظر المتنمر نفسه. بمعنى ايه؟ بص يا سيدي، هي حاجه حلوه فيك وانت ما عندكش فيها اي نقص ولا اي حاجه، انت فقلها، بس هي من وجهه نظره هو شايف انها حاجه ممكن يذلك او يسخر بيك منها، او ان هو ممكن مثلا ايه يضحك عليك. يعني مثلا تلاقي واحد ما شاء الله جسمه ضخم كده، جسمه ضخم وكويس، يعني لا تخين ولا مسلوع ولا اي حاجه، يقول له يا دبابه يا خرتيت يا ابني في ايه انت تاكلنا. واحد تاني شهيته مفتوحه على الاكل بياكل صح، يقول له يا عم في ايه انت مفجوع. هلا تلاقي واحد مثلا جسمه رشيق حبتين، يعني من هو المرن الرفيع ده، يقول لك هلا انت جسمك عامل زي شبه العرس كده، يعني جسمك عرسي. فهي حاجات عندك بالعكس كويسه، بس من وجهه نظره هو شايف انها حاجات ممكن تذلك وتزعلك وتضحك الناس عليك. نيجي بقى لتالت حاجه، ودي بقى ايه مشكله تانية خالص. ايه هي؟ هي حته الذله وان هو يمسك عليك حاجه. يعني مثلا انت اتعرضت والله لموقف محرج خفيف، موقف محرج تقيل، حصلت لك اي حاجه محرجه قدام الناس، يفضل فاكرها لك كانه لا مؤاخذه مسجلها لك بالقمر الصناعي ويحفظها عنده في قلب الموبايل، وكل شويه يا يفرغ غيرك يا يفرجك عليها. هم دول الثلاث اشكال بتوع التنمر اللي بيحصلوا لنا كل يوم. التنمر يا جماعه على فكره مش موقف بيحصل بنضحك عليه او هزار تقيل زي ما بيقولوا كده بين اصحاب وبعض او بين العيال الصغيره وبعض وبيعدي وخلاص. لا، التنمر ووفقا للدراسات لعلماء النفس والاجتماع قالوا ان هو من اكتر الحاجات اللي ممكن تاذي الناس الكبيره والاطفال خصوصا. يعني طب اشمعنى بقى الاطفال؟ ليه بتلاحظ دايما القضايا كلها شغاله على الاطفال والكلام كله عن الاطفال؟ ليه؟ لان العيال كده من الاخر الصغيره المجال بتاعهم واسع. اي حاجه بتحصل لك فيها موقف محرج او فيها حاجه ممكن انت حد طفل يتريق على طفل تاني بياخدها من ناحيه الضحك والكوميديا، هو عايز يضحك عايز ينبسط. والله واحد صاحبه وقع عليه سندوتش وقع عليه شويه عصير، اتكعبل قدام الناس، اتزحلق من على السلم، بنطلونه اتقطع، كل دي حاجات بالنسبه له مش بيبقى في دماغه ان هو سخريه او اي حاجه، لا هو بيبقى موقف قدامه كوميدي ومحرج، فكل شويه بيعيده وبيفكر صاحبه او بيفكر ناس بيه عايزين نضحك ونهزر وزي الفل. ولكن الدراسات اثبتت الناس بتتعرض للحاجات دي
بيتساب عليها اثر نفسي جامد قوي، ممكن يوصل لحد الانطوائيه، الخوف، الانعزال، وحتى الاكتئاب، وبعض الحالات ممكن تعمل انتحار. وزي ما قلت لك خصوصا في الاطفال، لان الاطفال مع بعض على طول ومجالها واسع، ودايما بيربطوا المواقف دي في اولها على حسب سن الطفل بالضحك والكوميديا. احنا عايزين نضحك وننبسط. هديك مثال بسيط، او مش بسيط، هو مثال مؤلم لنوع من انواع التنمر، وايه كانت نتيجته عند احد الاطفال. كان في بنت صغيره لطيفه قوي اسمها كيلي ليومنز. دي كان بنت انجليزيه بريطانيه زي الفل، مفيش عندها اي مشكله، مولوده سنه 1983. البنت دي كانت تختوخه مليانه شويه يعني، اتعرضت لاكثر انواع التنمر وابشعها والايذاء النفسي اللي حصلت لطفل في التاريخ. كان كل شويه زميلها يقولوا في المدرسه يبصوا على شكلها ويضحكوا، ويشاوروا عليها من بعيد لبعيد ويضحكوا، او يقولوا عليها كلمتين، او يجوا في الشارع يقولوا انت مليانه وتخينه ومكعبره وما تعرفيش تمشي ولا تتحركي ولا تلعبي. وفضلوا على كده ايام وشهور وسنين، لدرجه ان والدتها راحت المدرسه وقدمت حوالي 30 شكوى في الاداره. لدرجه لما البنت بعد كده حصلت الحادثه اللي انا هقولها، لما جم شهدوا الاداره بتاعت المدرسه، قالت ان امها ما جتش لا مره واحده بس وناقشت فيها باداره المدرسه ان بنتها تعرض للتنمر. طبعا ده كذب وتلفيق. ايه اللي حصل بقى يا سيدي؟ في يوم من الايام البنت دي لما انزوت وقعدت في البيت وجالها حاله من حالات العزله وقلبت حاله اكتئاب شديد، وباباها واختها ووالدتها كانوا عارفين انها فعلا وصلت لمرحله الاكتئاب، ما كانوش عارفين يعملوا لها ايه، وحاولوا يحموها كتير زي ما قلت لكم. مره راحت المدرسه 30 مره، جمع بعض الشباب او زي ما بقول لك كده العيال الصغيره، اطفال 13 14 15 سنه، جم عند البيت بتاعها وقعدوا يرموا عليه بقايا من الكعك والاكل والزبده والطين واي حاجه، يرموها على الشباك، وقعدوا يندهوا عليها ويوصفوها بعبارات سيئه جدا ووحشه جدا طول الليل، لدرجه ان هي نزلت وقعدت تعيط. وامها وابوها واختها حاولوا يحضنوها ويهدوها شويه، لانه عارفين ان بنتهم فعلا حاله اكتئاب، وحاولوا ان هم يتصرفوا مع العيال الصغيره اللي بره، ولكن الامر ما نفعش. ونزلت لهم وقالت لهم وهي بتبكي: يا بابا انت مالكش دعوه، يا ماما انت مالكش دعوه، يا اختي كان اسمها ساره، اختها كان اسمها ساره، يا ساره وانت كان مالكيش دعوه، الموضوع ده بتاعي ومتعلق بيا انا بس، وانا اللي هنهيه، وانا هخلص من حياتي وهاخد جرعه زايده وانتحر. طبعا والدتها ما ادوش اخوان، قال لك البنت فعلا عندها حاله اكتئاب بس مش هتوصل لدرجه تنتحر. لحد ما في يوم طلعوا عندها الاوضه لقوها واخده جرعه زايده من الدواء المسكن اللي والدتها كانت بتستخدمه لالام الركبه والعظام، وماتت كيلي سنه 1997 وهي ما كملتش حتى 14 سنه. الموضوع يا جماعه مش موضوع سهل، او موضوع هزار عيال مع بعض، او موضوع ان واحد رمى كلمه وضحك الناس عليك في قلب القعده، او واحد والله بالبلدي كده ايه هز ابنك قدام زمايله، او قدام مدرسه بتاعته، او قدام اي حد عندك مثلا في الشارع وبيعض مرور الكرام. لا، الموضوع وصل لحد زي ما قلت لك في بعض الحالات، وحالات كتير يعني، العزله والخوف والاكتئاب والانطوائيه وحتى الانتحار. انت بتخاف من الاخر تواجه اللي انت ما بتحبوش، ما بتحبش تسمع حد يفكرك بعيب عندك. طب ما بالك بقى اذا كان اصلا ما عندكش عيب، ولكن الشخص ده كل شويه يجي يذلك ويفكرك بيه. عشان كده عندي شويه نصايح صغيره كده. اولا عزيزي والد الطفل المتنمر او الطفل اللي هو دايما بيحب يتريق على اصحابه، والله لازم تنصحه انه ما يعملش كده خالص، يقفل. ليه؟ لان من الاخر يا ابني داين تدان، في اي لحظه اللي انت بتضحك عليه النهارده ممكن يضحك عليك بكره، وزي ما انت بتتريق على الناس هم هيسخروا منك وهيتريقوا عليك، مش في اي مشكله. حاول انت لو لقيت عند ابنك اي ميل للعدوانيه بالطريقه دي، حاول انت تقومه، تحسن من سلوكه، تنصحه، حتى لو وصل الامر ان انت تعالجه او حتى تعاقبه. تيجي بقى ايه للجزء الثاني، مين؟ عزيزي والد الطفل اللي بيتم التنمر عليه. ما احنا مش هنفضل مزويين وخايفين واو نعيط وابني هو اللي متعرض للتنمر ومش عارف ليه. لا، في علاج. بص يا سيدي، والله من الاخر كده لو ابنك اتعرض لاي حاجه من الحاجات المضايقه دي، وجب عليك ان انت طبعا تحميه وتدافع عنه وتقومه وتنصحه وتتكلم معاه وتقول له كل النصائح والكلام اللي انت عارفه. ولكن لو ابنك مثلا مليان حبتين مثلا، في بعض الناس بتقول ان هو ده عيب، او انت من وجهة نظرك ممكن تلاحظ ان في شويه حاجات عند ابنك او بنتك بسيطه ممكن اي حد يمسكها عليه. ما انت اب لازم تكون واخد بالك. ليه ما تنصحوش يلعب رياضه؟ ليه ما تنصحوش يخس، يظبط جسمه مثلا يعني؟ او لو هو مثلا رفيع قوي قوي، ليه ما تنصحوش انه برضه يلعب رياضه وياكل كويس؟ لو والله مثلا لو بيلبس لبس موضته قديمه شويه او مثلا مش لايق عليه، ليه ما تنصحوش انه ينزل يشتري لبس جديد وموضه زي زمايله ويلبس زيهم، وان هو فعلا ممكن يناسبه حتى لو بدأ يجربه؟ ليه مثلا يا سيدي مثلا لو ابنك بيحب دايما يقعد لوحده، دايما بعيد عن الناس، ليه ما تنصحوش انه يخش وسط الناس ويحاول يتكلم ويلفت انتباه ده ويتكلم مع ده ويبعد عن نفسه اي شبهه تخلي غيره يتنمر عليه ويأذيه؟ يعني ده مش عيب. العلاج مش في الطرف اللي بيأذي بس، لا، حتى احنا كمأذيين ايه المانع ان يكون عندنا فرصه ان احنا نشيل الاذى عن نفسنا؟ صح ولا لا؟ صديقي العزيز، انا خلصت الحلقه، ومفيش حد مننا ما حدش اتريق عليه او ما حدش ضحك عليه. انا اتريقوا عليا وضحكوا عليا في حاجات،
وانت نفس الكلام وحضرتك وكذا حد. بس زي ما قلت لك انصحك يعني والله لوجه الله، الموضوع ده مش سهل، او الموضوع ده مش موضوع سخريه عيال او موقف هيعدي او هنضحك وخلاص الموضوع انتهى. لا، الاطفال زي ما قلت لك مجالهم واسع، ودايما الحاجه اللي الطفل بيلاقيها بتضحكه وبتبسطه حتى لو مش في دماغه انه بيأذي اللي قدامه، او حتى ساعات في اطفال بتعرف انها مؤذيه ودي حالات مرضيه تاني، لازم ناخد بالنا ونقوم، سواء كان الشخص اللي هو بيسخر مننا او ولادنا اللي بيتم السخريه منهم. وما دام احنا مش متنمرين وناس محترمه وانت ما بتسخرش مني ولا من المحتوى، لو عجبتك الحلقه اديها لايك وشير، هتتنمر عليها اديها برضه لايك وشير، تطلع كده الحلقه اتفرج عليها تذكر مش هتلاقي حاجه ان دي اخر حلقه. كان معاك دكتور فويس محمد عادل وحلقه جديده عن التنمر. سلام عليكم.